ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه وجايبه لكم قصه جديده، يا رب تعجبكم. بس قبل ما نبدا القصه يلا بينا كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتب الصلاه على النبي في التعليقات. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، واللي انتم بتشتركوا في القناه عشان تشجعونا اللي احنا نستمر. وقبل ما نبدا الحكايه اعرفكم بنفسي. انا مريم، عندي 33 سنه. وفي يوم لقيت الباب بيخبط، والحما قالت: جرى ايه يا مريم؟ في ايه؟ وانتي لابسه كده ورايحه فين؟ وانتي مش اجازه يا حبيبتي اول يوم رمضان؟ لا يا ماما، للاسف مش اجازه. اعمل ايه بقى؟ هقول للمدير اديني اجازه عشان اعمل اكل؟ فيه يا مريم؟ بتتكلمي معايا بالطريقه دي ليه يا بنتي؟ ده سؤال عادي يعني. يا ماما انا كنت طول الليل سهرانه عماله بحضر للفطار النهارده، وكنت كمان بحضر للسحور. ربنا يخليكي، الجو مش ناقصك خالص. وبعدها خرج يحيى. يا مريم، وانت بتتكلمي مع ماما بالطريقة دي ليه؟ هي كانت عملت لك ايه يعني؟ عايزين تطلعوني غلطانة والسلام ولا ايه؟ جرى ايه يا يحيى؟ وانا كنت اتكلمت يا حبيبي؟ لو انت بتسمع كلام امك قوي كده انزل يلا على شغلك، وانا هقعد في البيت اعمل الاكل. طب روحي يا مريم على الشغل. اللهم اني صايم، الواحد مش عايز مشاكل. ايوه كده يا حبيبي، اللي زيك يحط لسانه جوه بقه ويسكت خالص. وبعدها نزلت على الشغل، وفي الشركة لقيت أسماء زميلتي كانت جاية وبتقول: بقولك إيه يا مريم يا حبيبتي، أنا عارفة إنك جدعة. أنا كتبت اسمك في ضمن الناس اللي سهرانين النهاردة عشان خاطر أخد وجبة. هو أنت يا بنتي إيه؟ مفيش فايدة فيكي ولا إيه؟ أنا عايزة أعرف بتعملي إيه بالأكل ده كله؟ هكون بعمل بيه إيه يعني؟ أصل عندنا ناس جيران غلابة قوي، بصراحة كده أنا معيش أديهم فلوس عشان يجيبوا لهم أكل، فقلت أعمل الخدمة دي فيهم. طب بقولك إيه، روحي شوفي شغلك أحسن، لأحسن ياسر عمال يبص علينا، ولو جه هيعمل معانا مشكلة. طب تمام خلاص ماشي، بس لو جه سألك أنت هتسهري قولي له آه، ولو حصل أي حاجة أنا هبقى أقوله إن هما اتصلوا بيكي في البيت وحصلت ظروف ومشيتي. تمام ماشي، يلا بقى اقعدي. وفي شقتي الحما قالت: أنا عايزة أفهم يا ابني، وأنت إزاي سكت لها على الأسلوب اللي بتتكلم بيه معاك ده؟ حرام عليك، مراتك بدأت تتنطط عليك عشان أنت على طول سكت لها، فعمالة تتمدى معاك. ما أنت شايفة ظروف البلد يا أمي، عاوزاني أعمل معاها إيه يعني؟ أنت عارفة هي اللي بتصرف على البيت، وأنا مش قادر أفتح بقي. الفلوس اللي بجيبها بسيطة قوي، وهي كسر عيني بالفلوس اللي بتقبضها. ما ليها حق بقى. ما أنا قلتلك يا ابني روح لعمك وكلمه، قوله على الأرض بتاعتك عشان اللي بتعمله ده غلط، وما ينفعش تسكت على حقك خالص، وانت ليك أرض وأولى بيها وبفلوسها. يو بقى، خلاص يا أمي أرجوكي، أنا مش عاوز خناق. اتفضلي معلش انزلي تحت، سيبيني لوحدي شوية. ماشي يا حبيبي، وأكيد مراتك هترجع من الشغل متأخرة، أنا هعمل فطار، حاول بقى تكلمها وتنزل تفطروا عندي. وبعدها نزل. وفي شقة أختي سحر كانت عايشة مع أختي منيرة وجوزها. وسيد قال: الله الله يا ست هانم، انت قاعدة ليه كده بقى إن شاء الله؟ وانت ما عندكيش شغل النهاردة ولا إيه؟ لا الشغل مدينا أجازة النهاردة، وأنا قاعدة عشان خاطر أعمل الفطار. ما انت عارف إن مراتك مش بتصحى إلا على المغرب، يعني بتصحى على الأكل على طول، وأنا ما بحبش حد يقعد لي في الصالة كده. عايزة تقعدي تعملي أكل؟ عندك المطبخ جوه يا حبيبتي، ادخلي اعملي فيه اللي انت عاوزاه، لكن ما تقعديش في وشي كده زي البومة. هو أنا يعني كمني بسكت لك خلاص بتسوق فيها؟ هو أنت صدقت إن الشقة دي شقتك ولا إيه؟ الشقة دي شقتنا أنا وأختي، وأنت قاعد فيها مع مراتك، فبلاش أسلوبك اللي أنت بتتكلم بيه ده. لم نفسك معايا، خلي بالك أنا مش برضه أرد عليك، بس أنا ممكن أرد عليك كويس قوي. في الوقت ده سيد غضب قوي وعلى صوته وقال: تعالي تعالي يا ست هانم، شوفي ست أختك بتكلمني إزاي، ده ولا كأني خدام عندها. بقولك يا بنت انتي، أنا خلاص اتخنقت منك ومن قرفك ومن طريقة كلامك، بصراحة كده ما بقتش طايقك في البيت، ويانا انتي في الشقة دي. ده انت شكلك اتجننت بقى، هو انت فاكر ان أختي ممكن تقف معاك ضدي؟ وخرجت منيرة وقالت: جرى ايه يا سحر؟ فيه ايه؟ ايه يا جماعة ده؟ احنا أول يوم رمضان، يعني يا حبيبتي ما ينفعش الصوت العالي اللي انت عمالة تتكلمي بيه ده. وانا خلاص بدأت اتخنق منك انت وجوزك،
وحاولوا بقى تشوفوا مكان تاني عشان تتنيلوا تعيشوا فيه. أنا مش مجبرة اللي انتم تعيشوا معايا يعني. بقول لك يا سيد، هتقول لها انت ولا أنا اللي أقول لها؟ أنا بقى اللي هقول لك يا سحر يا حبيبتي. أختك مريم بعت لي نصيبها في الشقة دي، وأنا كده يبقى ليا نصيبين وانتي نصيب واحد. يعني أنا اللي مفروض ليا النصيب الأكبر، وأنا اللي أحكم وأتحكم، مش انتي اللي تقولي مين اللي يمشي ومين اللي يقعد. لا انتي أكيد بتهزري يا مريم. هتعمل كده ازاي تعمل كده من غير ما تقولي؟ وبعدين ازاي تتصرفوا في حاجة زي كده وأنا لسه ما اتجوزتش وقاعدة في البيت ده؟ والله حبيبتي هو ده اللي حصل وهو ده اللي كان. روحي بقى كلمي أختك وعاتبيها براحتك. أنا عن نفسي مش عايزك في البيت ده، وبيننا وبينك المحاكم. يلا يا ماما، سكة السلامة. أكيد يا منيرة مش هتخليه يعمل فيا كده، حرام عليكي. أنا ماليش أي مكان أروحه. هروح فين دلوقتي؟ عشان تتعلمي يا حبيبتي من هنا ورايح تحطي لسانك جوه بقك وما تتكلميش كلام انتي مش قده. يا ريت ما اسمعش صوتك خالص، وتفضلي بقى اتكلي على الله من هنا. في الوقت ده سحر نزلت وكانت عمالة ترن عليا، وأنا تليفوني كان غير متاح. وبعدها سحر راحت شقتي، ويحيى قال لها سحر تعالي اتفضلي ادخلي. خير في ايه؟ غريبة يعني، انت ما بتجيش عندنا غير كل فين وفين. اسفة والله يا يحيى اني جيت كده من غير ميعاد، بس غصب عني خالص والله، عشان اللي حصل كان صعب قوي. ليه حصل ايه؟ بعدين ايه الكلام اللي بتقوليه ده البيت بيتك. اتفضلي يا سحر، ومريم زمانها جاية من الشغل. وبعدها سحر دخلت وقعدت، وانا دخلت وقلت قال قاعدين يكفيكوا شر الجايين. خير، اختك بعتكي ليا اول يوم رمضان كده يا ست سحر؟ هو انتي فعلا بعتي نصيبك لمنيرة في الشقة؟ اختك وجوزها مشوني من البيت وانا مش لاقيه مكان اروحه. يا حبيبتي عملت كده، نصيبي وانا حرة فيه، اعمل فيه اللي انا عاوزاه. وبعدين هو انتي جايه هنا ليه؟ فاكره نفسك في لوكاندا ولا ايه؟ حرام عليكم بقى، انتوا ليه بتعملوا فيا كده؟ هو انا كنت عملت فيكم ايه بس؟ بقولك ايه، اقعدي ساكته كده، ولما نبقى نفطر هبقى اخدك ونروح لها، وانا اخليها تتنيل تقعدك تاني، نبقى نشوف حل في المصيبه دي. وعند اسماء زميله مريم روحت البيت، واحمد قال لها وانا قلتلك كم مره لما اتصل بيكي بلاش تكنسلي عليا وتفتحي عليا. والله غصب عني يا احمد، الشيله تقيله عليا قوي، ده انا جبت 5 وجبات عشان يكفونا لحد بكره، عشان حتى كمان يقضونا فطار للعيال. ليه يا حبيبتي؟ الاكل ده ما تاكليش منه يا ماما، ده يا دوبك على قدي انا والعيال. انت تروحي تاكليلك لقمه في الشغل بتاعك. يلا سيب الاكل ده من ايدك، اتفضلي بقى. ساعتها اسماء قالت له حرام عليك اللي انت بتعمله فيا ده، انت بتعاملني كده ليه؟ امال لو ما كنتش عملت اللي انت عملته وانا لسه باقي عليك، انا اللي زي كان ساب البيت من زمان وساب الدنيا تضرب تقلب. طب ما تعرفش انا بعمل ايه عشان اوفر لنا لقمه انا وانت والعيال؟ لولا اني باقي عليك كنت سبت البيت ومشيت وما قعدتش فيه ثانيه واحده. انا كل ده خايفه عليك انت والعيال، والله ما تعرفوا تتصرفوا من غيري. ما تمشي يا ماما، وانت شايفاني ماسك فيكي ولا ايه؟ لو عاوزه تمشي اتفضلي، الباب يفوت جمل. مش كفايه اني مستحملك بخلقتك دي؟ بيروح واخد الاكل منها وبيسيبها، واول ما بيدخل الفون بتاعها بيرن وبتلاقي رقم غريب. الو، مين معايا؟ هاجر بدموع ابوس ايدك يا اسماء، ما تقفليش، انا عارفه انك مش طايقه تسمعي صوتي بعد اللي انت شفتيه، بس والله العظيم جوزك هو السبب، هو اللي ضحك عليا. اسماء بدموع الله يلعنك، هو انت مفكره ايه؟ مفكره ان انا ممكن اسامحك؟ طب هو غريب عني، مهما كان جوزي في النهايه غريب، لكن انت اختي من لحمي ومن دمي، عملتي فيا كده ازاي؟ انا مستحيل اسامحك ابدا لحد اخر يوم في عمري. حرام عليك يا اسماء، شوفي بقالي قد ايه بكلمك من رقم شكل عشان بس تسمعي مني وانت مش راضيه. طالما زعلانه قوي كده ليه قاعده على ذمته؟ يا ريت كان ليا مكان اقعد فيه، كنت ساعتها خدت عيالي ومشيت. انا مش عارفه اعمل ايه مع العيال، كفايه اني شايله مصاريفهم على كتافي وعايزاهم يتربوا بين امهم وابوهم، لكن انتي منك لله يا شيخه بتروح قافله الخط في وشها وبتقعد تعيط وتقول ليه عملتوا فيا كده انتم الاتنين؟ انتم اكتر 2 حبيتهم ووثقت فيهم، وطلعتوا اكتر 2 اذيتوني في حياتي. وبدأت تفتكر لما امها توفت وكانت قاعده مع اختها هاجر في الاشباك. هاجر بحزن هعمل ايه دلوقتي يا اسماء؟ صاحب البيت مش هيخليني قاعده في الشقه كتير،
بعد ما أمك اتوفت. يا خبر، ده لو ما شالتكيش الأرض يا هاجر أشيلك فوق راسي. أنا كلمت أحمد النهاردة، قلت له إن ما ينفعش تقعدي لوحدك كده، فقال لي أنت من النهاردة هتيجي تقعدي معانا لحد ما يجيلك نصيبك إن شاء الله. وأنت بتتكلمي بجد يا أسماء؟ أنت متأكدة إن جوزك قال كده؟ أصل أنا مش مصدقة بصراحة. أديكي كنت شايفة ماما كانت تعبانة إزاي، هو ما فكرش يجي يبص عليها. يا ستي تلاقي ربنا هداه، مفيش حد بيفضل على حاله. قومي يلا خلينا نلم الحاجة المهمة عشان نروح بقى، عشان من بكرة أنا هنزل الشغل مش هقدر أجي معاكي تاني. وبتروح واخداها وبتروح البيت معاها. أحمد كان بيبص لهاجر من فوق لتحت وقال: إيه ده؟ معقولة يا هاجر كبرتي كده؟ مش مصدق والله. هو أنت كنت لسه مفكرها صغيرة ولا إيه؟ طبعا عشان أنت بقالك كتير ما شفتهاش، دي كلها سنة ويجيلها بقى صاحب نصيبها ونفرح بيها ونوديها بيت عدلها ونخلص منها بقى. خدي يا هاجر يا حبيبتي، دخلي شنطة هدومك جوه، والأوضة اللي على الشمال دي أوضتك. وبتروح داخلة. بقولك إيه يا أحمد، هو أنت مش هتنزل تشوف شغلك بقى ولا إيه؟ مش معقولة هتفضل قاعد في البيت كده، جيتي على السيرة اللي تسد النفس. وفي إيه بالظبط يا أسماء؟ وحرام تشوفيني مبسوط شوية ولا إيه؟ اهدى بالله عليك، والله أنا بتكلم عشان خاطر هاجر، هي مش بتاخد راحتها وكده يعني طول ما أنت في البيت. ما أنت عارف إن أنا بنزل الشغل مش برجع غير آخر النهار، ما ينفعش يعني تقعد معاها الوقت ده كله. لا ما تقلقيش، أنا أخليها تاخد عليا، وبعدين أختك زي أختي، أنا مش معقولة يعني طول ما هي قاعدة في البيت هنزل أتسوح في الشوارع. انزلي شغلك انتي وملكيش دعوة، وهاجر هتبقى في عينيا. ايه بس الكلام اللي انت بتقول عليه ده؟ ازاي يعني عايزني اسيبكم في الشقة لوحدكم؟ وانت ما عندكيش ثقة فيا ولا ما عندكيش ثقة؟ ليه بقى ان شاء الله؟ وفيها ايه؟ انا قلتلك اختك زي اختي، وانت بقى ما عندكيش ثقة فيا ولا ما عندكيش ثقة في اختك؟ وبعدين هو انت عاوزة تحكميني ولا ايه؟ ما هو مش عشان خاطر اختك تقعد في الشقة براحتها هقعد اتسوح انا بقى يمين وشمال في الشوارع. والله يا حبيبي انا ما اقصدش، بس انا اصلا برضه عشان كلام الناس وكده. حبيبتي يا اسماء، احنا لو فضلنا باصين لكلام الناس عمرنا ما هنخلص. ما تقلقيش على اختك، دي في عينيا وزي اختي بالظبط. طمنتني. على العموم انا هدخل انام عشان اقدر انزل الشغل بكره. وبتروح داخله، وتاني يوم بتنزل الشغل، واحمد بيدخل على هاجر الاوضه. هي كانت نايمه. هاجر بتقوم بخضه وبتقول: ايه ده ايه يا ابي؟ هو انت بتعمل ايه هنا؟ وازاي تدخل عليا الاوضه بالشكل ده؟ ايه يا بيه دي يا هاجر؟ لا لا لا، ده انا كده ازعل منك قوي، ده الفرق بيني وبينك حاجه بسيطه. بس انتي ما قلتليش انك حلوه قوي كده، ايه الحلاوه دي كلها؟ شكرا. بقولك ايه، لو سمحت، لو كنت عاوز حاجه انا ممكن ادخل اعملها لك، قولي عليها. لا انا مش عاوز حاجه، انا بس عاوزك تقعدي معايا شويه، اصل انا زهقت من القعده لوحدي. انت عارفه ان اسماء بتنزل الشغل وبفضل انا قاعد لوحدي لحد ما ترجع. هاجر بضيق: طب ممكن تطلع بره الأوضة وأنا هاجي أقعد معاك بره. في الوقت ده أسماء بتفتكر إنها نسيت موبايلها في البيت. يا خبر، إيه اللي أنا هببته ده؟ معقولة؟ ده أنا نسيت الموبايل، إزاي أنساه؟ أنا لازم بقى أرجع أجيبه بسرعة وأمري لله. الله، هاجر تعوز حاجة وأنا راجعة. بتروح فاتحة الباب، تدخل أوضة النوم، ما بتلاقيش أحمد. الله، هو أحمد راح فين هو كمان؟ وفجأة بتسمع صوت ضحك في أوضة هاجر، فلما بتفتح الباب بتلاقي أحمد مقرب من هاجر وعمال يضحك معاها. أسماء بصدمة: انتوا بتعملوا ايه سوا؟ وقاعدين في الأوضة بتعملوا ايه؟ وقافلين الباب كده ليه؟ أحمد بتوتر: فيها أسماء، انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ مش المفروض انك رحت الشغل؟ اخرس خالص، أنا مش عايزة أسمع صوتك. وانت يا ست هاجر، ازاي تقعدي مع جوزي بالشكل ده؟ وايه الضحك والهزار اللي أنا سمعته بره ده؟ أنا والله ما عملت حاجة، أنا أول ما صحيت لقيت أحمد جوزك في الأوضة، ولما سألته قال إنه زهق من القعدة لوحده وجا عشان يقعد معايا. وأنت يا بنتي هتكذبي من أولها؟ مش أنت اللي جيتي ليا وأنا قاعد في الصالة وقعدتي تدلعي عليا، وبعدين لقيتك بتنادي عليا في الأوضة، ولما دخلت لقيتها قفلتها. هاجر بصدمة: والله العظيم يا أسماء بيكذب عليكي، والله ما عملت كده والله. بقولك إيه يا أسماء، أختك دي ما تقعدش في البيت هنا، البنت دي جاية ونيتها مش كويسة، الظاهر كده بقى، الله يسهل لها. معقولة انت يا هاجر؟ معقولة انت يطلع منك كل ده؟ انت جاية تقعدي معايا عشان ناوية تاخدي جوزي مني؟ انا مش مصدقة والله. بقولك ايه يا اسماء، جوازك مقابل اختك،
أختك دي ما تقعدش في البيت هنا دقيقة واحدة، ولو عاوزة تخربي على نفسك اتكلمي وقولي لي لأ، وأنا مش هدمر بيتي وعيلتي عشانك. امشي اطلعي برا، وأنا اللي غلطانة عشان فكرت أجيب واحدة زيك تقعد هنا معايا. هو في يا بنتي هتفضلي بصلنا كتير كده أنا ومراتي ولا إيه؟ ما تمشي بقى، خرجي برا، وعلى الله أشوف وشك هنا تاني. وأسماء أنا بحبها، مستحيل أسيبها. وأول ما هاجر بتسمع الكلام ده بتمشي على طول. وأحمد بيقول: هو أنت هتفضلي واقفة كتير كده يا أسماء؟ مش تنزلي تروحي شغلك بقى؟ احنا مش ناقصين خصم، احنا في عرض الجنيه. حاضر حاضر يا سي أحمد. وبتروح نازلة. ومن الوقت ده أسماء قطعت علاقتها بهاجر خالص، وكل ما تكلمها ما تسمعش منها وتقفل الخط في وشها. عودة من الفلاش باك. وقدام شقة منيرة باخد سحر وبروح لها، اللي أول ما بتفتح لينا بتقول: يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. في إيه يا مريم؟ وجايبة البت دي معاكي في إيديكي ليه؟ في يا منيرة، معقولة هنفضل نتكلم على السلم كده؟ مفيش اتفضلي؟ ماشي يا أختي اتفضلي، أنا هدخلكم عشان خاطرك انتي، مش عشان خاطر حد تاني. ولسه سحر جاي عشان تمشي بروح ماسكة ايديها وبنروح داخلين. منيرة قعدت حطت رجل على رجل وقالت: هيا مريم، ايه بقى الموضوع اللي انتي جايالي فيه مخصوص؟ بصراحة كده أنا جايبالك سحر عشان تعتذر ليكي، وكمان لسيد جوزك عشان ترجع تقعد معاكم تاني. انت عارفة كويس ان ملهاش أي مكان تروح فيه. وانت فين يا حبيبتي؟ وانت ناسية انك أختها زي ما هي أختي؟ هي مش مكتوبالي في الروشتة لا مؤاخذة، مش علاج هي عشان أنا ملزومة بيها كل يوم. كفاية ان طول السنين دي كلها شايلها فوق راسي، الدور عليك انت بقى، خديها عندك شوية. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا منيرة؟ وانت ناسية ان صحة ليها نصيب في الشقة دي ولا ايه؟ ويا ستي لو على طولة لسانها هي وعدتني انها مش هتكرر اللي عملته تاني. الظاهر اللي انت ما بتفهميش من اول مرة. بقولك ايه يا مريم، اختك مش هترجع تعيش هنا تاني، انت فاهمة ولا لا؟ ده انا لما صدقت انها غارت، ولو على نصيبها المحكمة عندها تتفضل تشتكينا. طب والعمل دلوقتي هنعمل ايه يا منيرة؟ احنا مش عاوزين عند. العمل عملكم يا حبيبتي وعندكم. يلا بقى شوفي هتعملوا ايه، عشان انا عاوزة انام عشان اقدر اجهز للسحور. مريم بغز: دلوقتي سكتالي يا اختي، ما كنتش عارفة تحطي لسانك جوه بقك وتسكتي من الاول؟ امال بس كنت عمالة تطولي لسانك على سيد ليه؟ امشي قدامي امشي. وبروح واخدة سحر وبروح تاني. يحيى بيقول: في يا مريم، مالها سحر؟ هي راجعة عاملة كده ليه؟ هي كانت معاكي ولا ايه؟ هي ليها نفس اصلا بعد اللي هببته؟ تصور ان منيرة رفضت انها تخليها ترجع تعيش معاها تاني. انا مش عارفة اتصرف ازاي انا دلوقتي. وفيها ايه؟ تخليها تعيش معانا في الشقة، الشقة كبيرة. مصل المشرحة ناقصة قتلة، هو احنا ناقصين مصاريف زيادة يا يحيى؟ بقولك ايه، اسكت انت عشان انا مرارتي مش ناقصة. عادي يعني، هو في ايه؟ بصراحة كتر خير منيرة ان طول السنين دي استحملاها واخدها عندها، المفروض اللي احنا نشيل احنا كمان، ما هي اختك زي ما هي اختها. واضح كده ان دماغك فاضية وما فيهاش حاجة، وسع كده خليني ادخل اتخمد، ده انا ورايا شغل كتير، مش زي ناس اكل وانام. وبروح داخلة على جوه، وتاني يوم بنزل الشغل وببدأ اشتغل لحد ما افتكر حاجة وبرن على سحر: انت في البيت يا سحر ولا نزلتي الشغل؟ مفيش شغل اول اسبوع رمضان يا مريم، في حاجة ولا ايه؟ طبعا، ما هم لما يصدقوا يدوكم اجازة، ما اكيد كل ده هتخصم من مرتبك اخر الشهر. على العموم طلعي اللحمة من الفريزر عشان انا نسيت اطلعها، ولما تفك ولعي عليها واعمليها شوربة. تمام. في حاجة تانية؟ لا، لو في حاجة هبقى اكلمك، بس خلي التليفون جنبك. وبروح قافلة معاها. واول ما بقفل بتقرب اسماء مني وبتقول: هو انت كنت اللي بتكلميها دي اختك سحر؟ ايوه يا اسماء، في حاجة ولا ايه؟ ايوه يا بنتي. طب هي بتعمل ايه عندك يعني؟ هي مش المفروض كانت قاعدة عند اختك الكبيرة؟ ولا انا بيتهيألي؟ لا مش بيتهيألك ولا حاجة، بس حصل تاتش بينهم كده، فمنيرة يا ستي مشيتها من البيت وانا لبستها في الاخر. يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك، انت قاعدة بتشتغلي كده عادي واختك قاعدة مع جوزك لوحدهم؟ انت مغفلة يا بنت ولا ايه؟ هتلمي نفسك يا اسماء، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انا مش فاهمة حاجة. وايه المشكلة لما تكون سحر في البيت مع يحيى؟ ما هي زي اخته عادي يعني. لا يا حبيبتي، سحر مش اخته، والمشكلة انك حاطة النار جنب البنزين.
وأنا كنت هبلة زي كده وكنت مديالهم الثقة، بس اللي شفته بعينيا خلاني ما ثقش في حد أبدا. ما تتكلمي على طول يا أسماء، ما تقولي عايزة إيه من غير لف ودوران. أنا مش فاهمة منك أي حاجة. إيه اللي حصل معاكي عشان تقولي كده؟ اهدي بس، البنات بيبصوا علينا. بص يا ستي، وبتروح قايله لها على كل حاجة. ومريم بصدمة بتقول قولي إنك بتهزري، قولي إنك مش بتتكلمي جد. وانت ازاي قاعدة مع زفت جوزك ده؟ ازاي ما اتطلقتيش منه لحد دلوقتي؟ ولما اتطلق هروح فين أنا وعيالي؟ عشان كده حاطة الجزمة جوا بقي وساكتة وراضية. هو ضل راجل ولا ضل حيطة؟ مريم بضيق. طب اهدي يا حبيبتي، والله العظيم هم اللي خسروكي. الحمد لله على كل حال. على العموم أنا بقولك الكلام ده عشان تشوفي مكان لأختك بعيد عن البيت، بدل ما تلهف جوزك منك وترجعي تعيطي وتندبي زي ما أختي كانت عاوزة تعمل. يا لهوي يا لهوي، معقولة البت سحر ممكن تفكر تعمل كده؟ والبعيد اللي أنا متجوزاه متنيل متلقح في البيت. بقولك يا أسماء، أنا لازم أمشي دلوقتي، وبروح سايبة الشغل وبروح على البيت. وعند هاجر كانت قاعدة مع واحدة صاحبتها في السكن وبيتكلموا، وسارة قالت لها اهدي يا هاجر، من ساعة ما نقلتي معايا في السكن بتاع الجامعة ومفيش مرة شفتك ما بتعيطيش. مش ناوية تقوليلي في ايه بقى؟ هاجر بدموع ما ينفعش يا سارة، عشان انتي لو سمعتي مني هتكرهيني زيها. انا والله العظيم ما عملت حاجة. وبتروح داخلة في نوبة عياط، وسارة بتفضل تهدي فيها بس ما بتعرفش. في البيت عندي بوصل قدام الشقة، بروح فاتحة الباب بالمفتاح اللي معايا وبدخل بالراحة. وأول ما بدخل بلاقي سحر قاعدة وماسكة المصحف وبتقرأ فيه. ايه ده يا مريم؟ غريبة، جيتي من الشغل بدري، انتي كويسة حبيبتي؟ ها وبفضل أبص وأدور بعناية على يحيى بس ما لقيتهوش. في يا مريم مالك؟ أنا بكلمك يا بنتي، مالك كده؟ أول ما رجعتي عمالة تلف يمين وشمال، هو في إيه؟ في حاجة في الشقة؟ مريم بحدة، هو أنتي إيه؟ ما بتعرفيش تسكتي خالص ولا إيه؟ يحيى فين؟ هو أنا مش شايفاه ليه؟ في الوقت ده بيجي يحيى من بره وبيقول إيه ده مريم؟ من إمتى وأنتي هنا؟ مش المفروض لسه بدري على إنك ترجعي من الشغل؟ بقولك إيه يا سحر، اتكلي على الله يا حبيبتي، روحي شوفي لك مكان تاني تعيشي فيه. أروح فين بس؟ مش المفروض إن أنا بنت؟ يعني المفروض تخافوا عليا. هروح أقعد في الشارع يعني ولا إيه؟ مينفعش اللي انتوا بتعملوه معايا ده، والله حرام عليك انت ومنيرة، انتوا اللي بتعملوا معايا كده. بقولك ايه، اتكلي على الله من هنا يا حبيبتي، أنا مش ناقصة مشاكل. وبعدها خرجتها من الشقة. ويحيى قال هو في يا مريم، هي كانت عملت ايه عشان تعملي كده؟ انت تسكت خالص، مش عاوزة أسمع صوتك، انت سامع ولا لأ؟ وبعدها دخلت، وفي شقة أسماء كان أحمد قاعد ومعاه واحدة. إيه يا ابني، وأنت مش خايف إن مراتك تيجي ولا إيه؟ بعدين ده إحنا في رمضان، مش إحنا قلنا مش هنتقابل في رمضان؟ إحنا عايزين نتوب اليومين دول. جرايه يا ليلى، في إيه؟ أنا مخنوق ومحتاجة أقعد معاكي. يلا بقى اعمل لنا حاجة نشربها. يا خبر أبيض، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ هو أنت مش صايم ولا إيه؟ جرايه يا ليلى، أنت هتعمليهم عليا ولا إيه؟ ما كنتش عاجنك وخبزك، ما أنت عارفة اللي أنا وأنت قاعدين والشيطان بيبقى سلسنا طول الصيام بقى. في الوقت ده راحت أسماء وراحت قايلة إيه ده؟ إيه اللي أنا شايفاه ده؟ صحيح بدل الكلب عمره ما يتعدل، حرام عليك يا أخي، حتى في رمضان الصبح، استغفر الله العظيم. إيه أسماء، وأنت كل شوية تيجي وتنطي في البيت هنا؟ وأنت مش عندك شغل ونيلة على دماغك ولا إيه؟ وبعدها جريت ليلى وخرجت برا الشقة. أسماء قالت كذبت عليا، قلت لي إنه أختي اللي بتشغلك، دلوقتي أنا مشيت أختي عشانك، عشان صدقتك طلعت أنت اللي دير الكلب. اخص عليك يا راجل يا ندل يا واطي، حتى في رمضان، استغفر الله العظيم. مش عايزة أشوف وشك تاني، أنا ندمانة على كل ثانية قعدتها معاك. إزاي يعني؟ أطلع فين يا ماما؟ الشقة دي شقتي، الشقة دي أنا اللي كنت بدفع إيجارها ومكتوبة باسمي أنا. امشي غور برا، انت راجل زي قلتك، لا سند ولا ظهر، ولا بتصرف على بيتك ولا على عيالك، كمان خاين وكذاب، ولا عندك ذمة ولا دين. امشي من هنا، بدل والله العظيم ما اعمل لك فضيحة في العمارة كلها، وخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك. انا غلطانة عشان سكت الواحد زيك حتى في رمضان يا اخي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وبعدها تاني يوم كانت مريم بتقول انا سمعت كلامك يا اسماء وروحت البيت،
خفت الله سحر تعمل مع يحيى زي ما هاجر عملت مع جوزك، وبصراحة خرجتها من البيت. أنا ناوية بعد رمضان اللي أنا أتطلق من أحمد. بجد أنا اتخنقت منه قوي ومن اللي بيعمله كمان. المشكلة ما كانتش في أختي يا مريم، المشكلة فيه هو على طول اللي قص المصايب. هو اللي إنسان واطي وندل ما عندوش أصل. أنا أسفة، أنا كلامي ليكي خلاكي تشكي في أختك، هو اللي خلاكي تعملي معاها كده. أنا مش عارفة أعمل إيه يا أسماء، حاسة إني تعبانة قوي، مش قادرة أكمل شغلي. أنا فعلا حاسة إني كنت غلطانة في حق يحيى، على طول كنت بزعقله، وكمان غلطت في حق أختي ومشيتها. كنت خايفة لا تسرقوا مني، لأن علاقتي بيه كانت على طول فيها مشاكل. حاولي تشوفي أختك فين وتشوفي لها شقة جنبك، ما تسيبيهاش. وأنا ناوية أكلم هاجر وأرجعها تاني. عندك حق، حتى لو أختك كانت غلطت هي ندمت على غلطها، وكفاية اللي انت وهي من نفس الدم وانتم مالكمش غير بعض. وبعدين انت بتقولي إن هي كل شوية بتكلمك، حرام، لازم برضو تحتويها، دي مهما كانت أختك الصغيرة. وبعدها قلت أنا قايمة أروح عشان بجد تعبانة قوي. بجد أنا أسفة والله، بس أنا طول الليل عمالة ألف على رجلي، مش عارفة أروح فين ولا أجي منين. بعدين أنا بنت، مينفعش أفضل في الشوارع كده، حرام عليكم والله. طب اتفضلي خش يا سحر. وسحر دخلت جوه وكانت مرهقة وتعبانة، فدخلت الأوضة بتاعتها ومدتت على السرير، وأنا دخلت ولقيت أختي على سريري. ساعتها قلت هو في إيه بالظبط؟ وسحر إيه اللي جابها هنا؟ تفهميش غلط، أختي كانت تعبانة جدا وكانت عمالة تلف طول الليل على رجليها وكانت هتقع، فأنا قلت لها تدخل تريح في الأوضة، محصلش حاجة. ساعتها سحر قامت وقالت أنا أسفة، بس أنا ملقتش أي مكان أروح يا مريم، صدقيني ده أنا كان هيغمى عليا من التعب. بعدين مهما كان أنا بنت، معقولة هنا عليكم تسيبوني في الشارع؟ أنا اللي أسفة يا سحر، أنا اللي عملت فيكي كده. وأنا هقف قدام منيرة هجيب لك حقك منها، هجيب لك شقة قريبة مني. معقولة أنت يا مريم بتتكلمي بالهدوء ده؟ أنا قلت لما تدخلي وتلاقي أختك نايمة كده كنت هتعملي مصيبة، مش هتعرفي تسيطري على نفسك. أنا واثقة فيك يا حبيبي، واثقة فيها هي كمان. أنا غلطانة على كل اللي عملته امبارح، وأسفة ليك على أي أسلوب وحش كنت بتكلم بيه معاك. والله يا مريم أنا بحبك قوي وعايزك تفضلي طول عمرك جنبي. وفي شقة أسماء الباب خبط وفتحت وكانت هاجر. أنا ما صدقتش نفسي لما اتصلتي بيا قلت لي إنك عايزة تشوفيني. أنا كنت غلطانة قوي هاجر، أنا أسفة يا حبيبتي عشان ظلمتك، كان المفروض أقف جنبك، حقك عليا يا حبيبتي. جوزك لو شافني هنا أكيد مش هيسكت. كنت غلطانة لما كنت بقول عليه راجل، أو كنت بقول ظل راجل ولا ظل حيطة. ده ظل الحيطة أحسن منه مليون مرة. أنا عارفة إنك مالكيش غيري يا حبيبتي، تعالي اقعدي معايا. وعاشت معاه هاجر، وهي رفعت قضية خلع، طلعت من أحمد. وأنا وقفت قدام منيرة في المحكمة وجبت حق سحر وخدت لها فلوسها وأجرت لها شقة جنبي. بجد والله العظيم أنا بحبك قوي يا مريم، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. أنا كل اللي انت عملتيه معايا، أنا جبتلك شقة جنبي عشان تعرفي تاخدي راحتك ومحدش ينكد عليكي تحسي إنك قاعدة كده متضررة أو متضايقة، أو إنك مش واخدة راحتك في القعدة. وكل يوم هجيبك تفطري معانا هنا في رمضان، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. وفي اليوم ده اتغيرت، بقيت إنسانة تانية فعلا. اكتشفت إن يحيى بيحبني قوي وعشت معاه حياة جميلة. وبكده تكون خلصت الحكاية. نشوفكم في قصة جديدة، ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة.